هذه الحلقة الجبارة برعاية لعبة توب 11. السلام عليكم، عدنا والعود أحمد في الحلقة التحليلية الأولى للموسم الكروي الجديد 2023-2024. كيف المعنويات المفروض إنها عالية جدا تلامس عنان السماء. يا عفو الله، شو حيكون موسم حافل بالأحداث والإثارة الكروية اللامتناهية. يلا عدوا معي: الدوريات الخمس الكبرى، دوري أبطال أوروبا، كأس آسيا في قطر، كأس أفريقيا في ساحل العاج، وكأس أوروبا يورو 2024 في ألمانيا، ودوري روشن السعودي الاستثنائي بنسخته الجديدة. لا طاغى هذا الموسم، راح يقتل الموسم الماضي بمتعته قتل دامي مبرح. الأهم بالنسبة لكم هو إنه راح أمتعكم بتغطية شاملة وافية كافية لكل الأحداث الكروية. راح يكون عندنا تغطيات من قلب الملاعب وفلوجات كثيرة، فاستعدوا. راح نعمل تحديات مع نجوم كثر، راح نستمر في نهج حلقاتي المختلفة الكاسر للرتم مثل حلقاتي مع أصدقائي اللي بتحبوها كثير، والكثير الكثير من عالم كرة القدم الجميل. طيب شوفوا معي هاي الصورة، هاي هي نسبة المشاهدين للحلقات المشتركين والمش مشتركين. تخيلوا انه اكثر من 44% من المشاهدين للحلقات مش مشتركين بالقناه. او هذا يصح او هذا يعقل يا اخوه؟ طب كيف بدنا نوصل للدرع الماسي تبع ال10 مليون؟ متى قناه يوتيوبر عربي رياضيه رح توصل 10 مليون مشترك؟ طيب بتعرف انه الاشتراك بريحك لدرجه انه الحلقه بتيجي لعندك اشعار على تليفونك؟ طيب في حلقه اليوم رح ناخذ جوله سريعه على اهم احداث الجوله المنقضيه للتو في الدوريات الخمس الكبرى. ميسي التاريخي وصديق المجنون الذي دمر نادي ليون الفرنسي، ويمكن الاقي وقت واحكي عن الدوري السعودي كمان. وكلنا بننتظر اغلاق نافذه الانتقالات الصيفية لنعمل حلقتين نكسر فيهم الدنيا كعادة كل موسم، ونقيم من 10 سوق الانتقالات لكل نادي. الأندية السعودية الكبرى راح تدخل هاي اللعبة معنا كمان. كتير كلام مهم عندي في حلقة اليوم، بس خلونا ننطلق الآن. اربطوا الأحزمة يا أحبة، سننطلق برحلة كروية سريعة وممتعة جدا مع محمد عدنان. جاهزين؟ انطلقنا. ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والاتحاد والأهلي كلهم فازوا هاي الجولة. مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل ولاتزيو والنصر والشباب كلهم خسروا. روما واتلتيكو مدريد والهلال سقطوا في فخ التعادل. ارسنال والميلان حيلعبوا مبارياتهم اليوم بعد تصوير الحلقه. على فكره هاي الجوله صار فيها تألق عربي كبير في الملاعب الاوروبيه، سآتي على ذكره. اسبانيا تتوج بطلة لكأس العالم للسيدات 2023 بعد فوزها على انجلترا 1-0 في المباراه النهائيه امس الاحد بهدف سجلته اللاعبه اولغا كارمونا الظهير الايسر لنادي ريال مدريد. مالكم يا شباب، مالكم كرهانين الخبر يا اخوان؟ ليش مش عاجبكم؟ ترى عندنا 15% من المشتركين من الاناث، انه يعني نبسطهم شوي. بعدين الخبر مهم، انا اسف برضه، هذا نهائي كاس العالم، لا تزودوها يا شباب. بس ايش تخيلوا انه البنات ال 15% اللي عندنا في القناه ما بدهم يسمعوا عن كاس العالم للسيدات، بدهم بس يسمعوا عن كره القدم الرجال العنيف الجبار. نروح على الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. حبيت السكور بورد الجديد للنتائج بعد 6 سنوات على السكور بورد السابق. انا طبعا بتعرفوا لي بعشق هاي التفاصيل اللي بتحلي كره القدم. طيب 4 مباريات تصدرت المشهد في هاي الجوله الثانيه. ليفربول فاز على بورموث 3-1. توتنهام بعد ما ترك تشجيعه قاتل مانشستر يونايتد 2-0. مانشستر سيتي بصعوبه فاز 1-0 على نيوكاسل. وتشيلسي بوشيتينو الجديد سقط 3-1 امام المطارق الهامرز ويست هام. ابدا مع ليفربول. الليفر قدم مباراه متوسطه بالمجمل، بدايته كانت كارثيه بتلقي هدف مبكر تم الغائه، وبعده مباشره اكل هدف ثاني بس هاي المره انحسب. دفاعيا ليفربول ما زال عنده كوارث في الخلف، سواء تغطيات ارنولد او هفوات اليسون الكارثيه، ويبدو انه عدم رضا محمد صالح عن الفريق ما زال مستمرا، واضح من خلال تعبيرات وجهه لما يتم تغييره. وظني الشخصي والله تعالى اعلى واعلم انه اذا استمر بهذا التذمر فقد ينعكس ذلك على مستواه بشكل سلبي وسيء. ولكن احقاقا للحق الفريق هجوميا عالي العال. عودة لويس دياز فارقة للغاية بعد غيابه الموسم الماضي، يسجل للجولة الثانية على التوالي مع وجود الكثير من الحلول الهجومية في خط الوسط مثل جاكبو وسبوتسلاي المجري، الصفقة الأبرز لليفربول هذا الموسم حتى الآن. مع إنه ركزوا معي منيح، ترى كلوب جالس يخاطر ويقامر بهذا الثنائي جاكبو وسبوتسلاي لأنهم ما بيلعبوا بمراكزهم الحقيقية، هم ميكس ما بين أجنحة ومهاجمين بضموا للعمق أكثر من إنهم يكونوا لاعبي خط وسط متقدمين. تبقى المعضلة الأكبر لليفربول هي في مركز 6 لاعب الدائرة في خط الوسط. خرج فابينيو للاتحاد السعودي فمن يعوضه، وخرج هندرسون للاتفاق السعودي، وخرج تشامبرلين لنادي بشكتاش التركي، وتياغو الكانتارا ما بين هبوط مستوى وإصابات قاتلة. أخشى على ليفربول في أول اختبار حقيقي مع أحد الثمانية الكبار. قد نشهد فضيحة لضعف عمق خط النص وسوء تغطية الأظهرة كالعادة. أنا قلت 8 عشان ضفت عليهم نيوكاسل وبرايتون. برايتون جبار متصدر الدوري، بدأ هذا الموسم سفاح كما أنهى الموسم الماضي، فاز في أول جولتين بنفس النتيجة 4-1 على لوتن تاون و4-1 على الوولفز. لا رحمة ولا شفقة في قلب المدرب ديزيربي وأشباله. كرة هجومية ممتعة للعين البشرية، الكل يهاجم والكل يدافع والكل يسجل حتى المدافعين، رغم مغادرة النجوم واحد تلو الآخر وآخرهم كان كايسيدو لتشيلسي، إلا إنه مستوى الفريق ثابت لا يتذبذب حتى الآن. شكله برايتون راح يعمل إشي كبير هذا الموسم. أعطوني توتنهام ومانشستر يونايتد. أول شيء توتنهام هو فريق جديد كليا هذا الموسم،
ليش يا محمد؟ انا بقول لك ليش، بس قبلها بدي اقول لك شيء مهم جدا. انا يا جماعه انسان اعشق كره القدم، اتنفسها والله اتنفسها، ولذلك وجب علي اني احكي لكم عن كل شيء ممكن يعيشنا جمال هاي اللعبه ويخلينا نتخيل حالنا لاعبين ومدربين ومدراء لانديه. واخيرا يا جماعه لعبه توب 11 نزل منها الاصدار الخاص بسنه 2024 وجاي معاه ميزات جديده طلبناها احنا عشاق اللعبه واعطونا اياها في توب 11 2024. للي جسمه ضئيل ويعاني وما بيعرف شو هي لعبه توب 11، هي لعبه اداره كره قدم مجانيه على الهاتف. الفكره فيها انه بكون عندك سيطره كامله على ناديك، من تكتيكات اللعب، التشكيل، الاستاد، القميص، الشعار، الكثير من الامور الاخرى، وتقدر تلعب ضد مدراء اخرين او ضد اصدقائك انت في جميع انحاء العالم. واروع شيء انه توب 11 2024 ضافوا عليها مجموعه ضخمه من الانيميشنز الجديده والحركات واللقطات اللي حتخلي تجربه مباراه ال 3 دي الحيه اللي هي اصلا كانت جباره صارت الان اجبر واعنف بكثير. يعني لاعبينك اللي طورت مهاراتهم صاروا حيعملوا الان حركات جديده رهيبه ما صارت من قبل. فكرت خلصت التحديثات، زوايا تصوير جديده بتقدر تختار بينها في المباريات، ومشاهد ليليه واحتفالات جماهير ديناميكيه جديده وهايلايتس جديده، وعيش واستمتع. رابط تحميل لعبه توب 11 حاصل لكم اياه في الوصف وفي اول تعليق مثبت كمان. طيب نرجع لتوتنهام، وليش يعتبر فريق جديد تماما؟ لانه لاول مره من 11 موسم يحصل الاتي: القائد الاول للفريق لوريس يخرج من الفريق دون ان يستقر في اي نادي حتى الان. القائد الثاني للفريق هاري كين يخرج اخيرا لبايرن ميونخ بحثا عن لقب قبل وفاته. والمشجع العربي محمد عدنان اعلن عن توقفه عن تشجيع السبيرز توتنهام بعد 11 سنه فيها الحلو والمر. طبعا موضوعي انا بسيط جدا، انا احد 4 انواع من المشجعين في عالم كره القدم: مشجع لمنتخب وطني، او مشجع لنادي، او مشجع للاعب معين، او مشجع لمدرب. كله صح، ما في صح وخطا. يعني اللي بيحب هذا اللاعب بيلحق وين ما يروح، ومشجع المدرب بيلحق وين ما درب، بس هذول يعتبروا قله في العالم. انا من مشجعي المنتخبات الوطنيه، ارى تشجيع الانديه كما اللاعب المحترف ينتقل من فريق لفريق اخر ولكنه لا يغير منتخب بلاده. انا هيك كل واحد على حسب شو حب في كره القدم اول شيء. يعني انا تعلقت بزدان وجيل منتخب فرنسا 1998 ومن يومها ما غيرت انتمائي. هناك من فتح عيونه على نادي معين وحبه، خلاص هذا حقه. الشاهد الموضوع، لحظه احنا اصلا شو جبنا لهنا نحكي عن التشجيع والانتماءات؟ كنا نحكي عن نادي توتنهام انه غير جلده تماما وصار فريق جديد هذا الموسم، وكمان مدرب جديد بفكر جديد، لاول مره مدرب استرالي بعقليه فذه، انجي بوستاكوغلو القادم من نادي سيلتيك الاسكتلندي، بالاضافه لحارس مرمى جديد للفريق اللي هو فيكاريو القادم من نادي امبولي الايطالي، وخط دفاع نص جديد، وخط وسط جديد بثنائيه بيسوما وسار الفنانين، وامامهم صانع العاب رائع هو جيمس ماديسون الانجليزي، خط هجوم يغيب عنه هاري كين لاول مره ويقود القائد الجديد للفريق سون الكوري. اشياء كثيره تغيرت في توتنهام. فهمتوا الان ليش بحكي لكم فريق جديد؟ هذا الفريق الجديد عرى ضعف مانشستر يونايتد وتنهاخ. اليونايتد ضم 3 لاعبين جدد: الحارس الكاميروني اونانا، ولاعب الوسط المهاجم الانجليزي ميسون ماونت، والمهاجم الدنماركي هويلن اللي ما عرفنا خيره من شره حتى الان بسبب الاصابه. دوليا هو خرافي مع منتخب الدنمارك. اليونايتد عقيم جدا هجوميا، مع انه في الشوط الاول من المباراه كان احسن من توتنهام بكثير، اقترب وهدد ولكن اصطدم بحارس مرمى جبار هو فيكاريو الايطالي. فيكاريو وقف حجر عثره في وجه اليونايتد طوال 90 دقيقه. اداء فني عالي لهذا الحارس منقطع النظير، سلاسه ومرونه جسديه ملفته مع سرعه رد فعل خارقه، مع انه طويل القامه بمتر 94 سنتيمتر وعمره 27 سنه. المهم انه بالمجمل خط هجوم اليونايتد تعبان، افضل ما فيه هو راشفورد المتحرك الخطير، ولكن لم يعاونه احد. الادوار مش مفهومه ولا يوجد راس حربه صريح، وبرونو ضايع بسبب العبء الدفاعي المطلوب منه، وميسون ماونت طاعون يمشي في الملعب، سوء لا يوصف. لوهله وقفت وفكرت ليش ميسون ماونت ماخذ صدى اعلامي اعلى من جيمس ماديسون؟ ماديسون يا ناس تفرعن في المباراه بانطلاقاته السريعه ومراوغاته واختراقاته لكل خطوط المانيو، تعبهم اهلكهم في الدوران على نفسه ثم الانطلاق وقطع المسافات الطويله. كاسيميرو عاش 90 دقيقه كالجحيم عليه، دمر بيسوما تدمير الكلب الاسود في غسق الليل المظلم. يا الهي شو عمل بيسوما في كاسيميرو في هذا الماتش. لازم احكي انه خط وسط اليونايتد محتاج تدعيمات، واتمنى يكون بوابه النجم العربي سفيان مرابط للانديه العملاقه. على فكره سفيان مرابط كمان مطلوب في ليفربول. اضيف الى ذلك انه عمليه بيع النادي للطرف القطري ان تمت ستسهل الكثير من الصفقات والانفاقات. طيب اعطونا مباراه نيوكاسل ومانشستر سيتي. المباراه سيطر عليها البطل وحامل اللقب السيتي، ولكن نيوكاسل لم يكن سيئا لو ظننت. ان تهزم من السيتي 1-0 مش فضيحه ابدا، بل هو دليل على مدى قوه الفريق العائد للمنافسات بقوه. بل كاد نيوكاسل ان يسجل اكثر من مره، وكاد يستغل هفوات مدافعي السيتي ليهدد مرماهم. هالاند حتى لو لم يسجل الا انه والله مهاجم مرعب، من اي وضع ومن اي مكان تصل الكره سيسدد، ونادرا ما تستطيع ان تمنعه. مثابر لابعد درجه هذا الهالاند. ولكن خلينا نتوقف شوي عند روح فريق السيتي. وجود بطل العالم مع المنتخب الارجنتيني الفاريز في الفريق، وبعد مستواه الملفت في بطوله كاس العالم، توقع البعض انه استحدث مشاكل على ان يكون بديل على الدكه لهالاند، ولكن بيب جوارديولا وظفه غير توظيف ليستفيد منهم الاثنين معا. ولما سجل الفاريز هدف الفوز في مرمى نيوكاسل من تسديده رائعه دون ان ينظر للمرمى، سترى احتفال
فرصة إعادة هالاند بالهدف. لا غيرة لا حقد لا حسد، وتعلم يا باريس سان جيرمان. تلك الروح بين أشبال جوارديولا هي المرعبة للخصوم، تعاونهم معا سيكون كارثة لأي خصم فعلا. تشيلسي سقط أمام ويست هام. تتذكر شو قلت عن بوشيتينو لما تعاقدوا معه في نهاية الموسم الماضي؟ باسم بينفع تحط لنا اللقطة؟ الموسم القادم سيتولى المهمة بوشيتينو رسميا، فلنرى هل سيخرجهم من أزمتهم بحكم خبرته بالدوري الإنجليزي أم يزيد الضعف ضعفين. أنا شخصيا ما بشوف بوشيتينو هذا المدرب العظيم ذو الفكر المتقد. بوشيتينو شاطر بالحماس والتأثير على لاعبيه بالعواطف، يعني هو مدرب حباب بنحب. فهمت؟ يمكن بوشيتينو يكذبني وينعدل حاله، خلونا نشوف. بس تشيلسي قدم مباراة كارثية امام ويست هام. انزو فرنانديز بإهداره لركلة الجزاء غير شكل المباراة تماما. ويست هام كالعادة هو أكثر فريق في العالم يسجل من ركلات ركنية وضربات رأسية، ما بالك لو كان المنفذ هو الوافد الجديد الأفضل في العالم في الكرات الثابتة جيمس وارد براوز. ديفيد مويز قتل بوشيتينو قتل في هذا اللقاء. تشكيلة تشيلسي أصلا غريبة، صحيح إنه نجم الفريق الأول إنكونكو غايب بسبب الإصابة وسيطول غيابه، بس الفريق كثير مليان لاعبين ديفولتات، يعني جايين من المصنع جاهزين، مش معروفين مين هدول. مش قادر اشرح لكم اكثر شو يعني لاعب ديفولت، مصطلح جبار عنيف بيعبر كثير بس ما راح تفهموا الان، ممكن تفهموه اكثر لما استخدمه. 6 لاعبين في التشكيل الاساسي ما شفناهم الموسم الماضي، كيف سيكون الانسجام بعد كل هذا؟ بوشيتينو امامه شغل كثير وصعب جدا جدا، هو قبل مهمه رفضها كثير مدربين غيره. يلا تحمل، شو راح تتحمل؟ طيب اعطوني الدوري الفرنسي سريعا. باريس سان جيرمان يتعادل للجوله الثانيه على التوالي. نعم الفريق مستواه اضعف بكثير من المتوقع، والفريق رحل عنه 2 من افضل نجوم كره القدم في العالم نيمار وميسي، ولكن الاسامي الحاليه والسكواد اللي بيلعب مش ضعيف ابدا، بل ما زال الافضل في فرنسا بفارق شاسع عن اقرب المنافسين. فلماذا هذا الضعف؟ وحط في اعتبارك كمان انه لويس انريكي مش مدرب بسيط ابدا، ولكن الفريق يحتاج بعض الوقت لبناء استراتيجيه لا تعتمد على نجوم الموسم الماضي، بجانب موضوع خروج مبابي اللي كان محور تركيز العالم كله في الصيف. وماذا سيحدث في الفتره القادمه؟ هل سيسمح له الخليفي بان ينتقل الموسم القادم مجانا، ام سيجدد بشرط الخروج في الصيف القادم حتى لا يذهب دون مقابل؟ وهل لو حدث ذلك سيدفع فيه فلورنتينو بيريز المبلغ المطلوب من قبل باريس؟ الشاهد أن اللاعب لن يرحل هذا الصيف وسيلعب الموسم كامل ومتمسك بآخر سنة في عقده كاملة، فاللاعب راتبه مش بسيط أبدا ولن يناله في أي مكان حتى في ريال مدريد. بس المشكلة كل مشكلة إنه في الصيف القادم هل سيكون لاعب حر فيخرج مجانا، أم سيكون لديه سنة أخرى في عقده فيباع بمبلغ وقدره ويصب هذا المبلغ في جيبة باريس؟ أنا أشفق على جمهور ريال مدريد اللي كل شوية بيتعلق بأمل قدوم مبابي ثم يتبخر هذا الحلم. ترى مشكلة مبابي ما انحلت يا جماعة، بس للعلم اللي حصل فقط إنه كل مبابي رجع للتدريبات وانخرط مع المجموعة ولعب مباراته الأولى ضد تولوز وسجل، ولكنه ما جدد عقده ولا وقع على أي شيء. يعني حتى هاي اللحظة يستطيع ريال مدريد أن يبدأ التفاوض معه بشكل رسمي بداية من شهر 1 القادم من عام 2024، وما حدا من حقه يعترض، وبيقدر يوقع معهم مجانا إذا ما جدد عقده مع باريس. ولكن هل هذا يرضي الخليفي والقيادة الباريسية؟ برجع بقول إنه الخليفي داهية مفاوضات ولن يخرج من المعركة دون أن يكسب مالا. طيب طالما احنا في فرنسا، في حدث جبار صار يوم السبت. صديقي النجم العربي الأردني موسى التعمري دمر شباك نادي ليون الفرنسي الأسدي الكبير في معقله في استاد الجروباما، وسجل هدفين لفريقه الجديد مونبلييه في فوزه العريض 4-1 على ليون في الجولة الثانية. التقيت الشهر الماضي مع الكابتن موسى في عمان وتعشينا مع بعض، وحكيت له إياها بالفم المليان. أنت بدع في الدوري الفرنسي ولك الإنصاف مني هنا في الحلقات. التعمري هو أول لاعب أردني يحترف في الدوريات الخمس الكبرى بشكل رسمي. المصيبة مش هون، أنتوا لو تشوفوا الهدفين هذه هي أهداف موسى التعمري، انطلاقات سريعة من بعيد مصحوبة بسرعة خارقة وكرة ملتصقة بالقدم تكاد لا تبتعد، مع تحكم خيالي وثقة بالنفس في الاختراق والمراوغة، ثم فينش خيالي لا يأبه لاسم المدافع اللي بيواجهه ووزنه وحجمه. في هدفه الأول دمر الدولي الكرواتي تشيليتا كارو وحط له الكرة من بين أقدامه ومضى نحو المرمى. خيالي يا موسى، ومنها للأعلى يا فنان. عمره 25 سنة فقط ويتطور بشكل سريع وملفت للغاية. حكى لي إنه بيتابع كل حلقات البرنامج. حبيبي يا موسى. طيب على سيرة اللاعبين الخارقين، أعطوني المجنون البرغوث ميسي، وبعدين معه هذا الشيطان الأرجنتيني، ألا يشبع ألا يكل ألا يمل؟ ميسي بات الآن اللاعب الأكثر حظا للألقاب بالتاريخ برصيد 44 لقب توج بها. مش طبيعي. قال راي على الأمريكي يتنزه ويغير جو، قال طلع بيغير جو جوا الملاعب له وللمشاهدين الموجودين في المدرجات. بات في ظرف شهر ونصف أفضل لاعب مر في تاريخ أمريكا كتأثير وجذب وسرعة إنجاز. انتر ميامي النادي الضعيف المتهالك اللي قبل وصول ميسي ما فاز في آخر 6 مباريات، صاحب المركز الأخير 29 على الدوري الأمريكي، فجأة وبقدرة قادر يصل ميسي فيلعب معهم 7 مباريات فاز فيهم كلهم بالإعلام الكامل.
فاهم ليش؟ من لا انتصارات على الاطلاق الى 7 انتصارات متتاليه في كاس الدوري الامريكي المكسيكي، الى تتويج بلقب البطوله يوم امس بالفوز في المباراه النهائيه 10-9 بركلات الترجيح على نادي ناشفيل. ميسي سجل في كل المباريات السبعه 10 اهداف ليتوج بجائزتي افضل لاعب في البطوله وهداف البطوله. تخيلوا انه انتر ميامي لن يتوج في تاريخه كله باي بطوله دوري ولا اي بطوله كاس. لا طغى ميسي في امريكا واهدافه بكل الاشكال والالوان التي عاهدناها عليه طوال مسيرته، وتوج معه زملائه جوردي ألبا وبوسكيتس، وكلهم الثلاثه سجلوا من علامه الجزاء في المباراه النهائيه يوم امس. البعض بيقول لك يا محمد الدوري الامريكي دوري تعبان. لا يا اخي لا تخلي العاطفه تجرك، ميسي سبق نجوم عمالقه كثر وما فعلوا نصف ما فعلوا هذا المجنون في هذا الظرف الزمني الاستثنائي. لا اقول انه الدوري الامريكي دوري ينافس الدوريات الخمس الكبرى في قوته، وحتى الدوري السعودي بات الان اكثر قوه بقوه الرباعي الكبير الهلال والاتحاد والنصر والاهلي، ولكن اياك ان تقلل من اعجازيه ما يصنع ميسي في امريكا بالانتقاص من قوه الدوري الامريكي. طيب الكالتشو الايطالي بدا، وبطل ايطاليا سريعا نادي نابولي يبدا موسمه بانتصار بثلاثيه في مشوار الحفاظ على اللقب. واوسيمين هداف الموسم الماضي يقول انا لست مهاجم الموسم الواحد، ويفتتح مشواره بهدفين في اول مباراه ليفوز نابولي 3-1 على فروزينوني. الانتر بدوره ضرب وامتع واقنع واسقط مونزا 2-0 بهدفي لوتارو مارتينيز، بدايه قويه لوصيف دوري ابطال اوروبا. روما سقط في فخ التعادل الايجابي 2-2 مع ساليرنيتانا، مباراه بدع فيها الجناح الايطالي العجوز كاندريفا، وسجل هدفين في شباك روما من اجمل ما يكون، واحد باليمين وواحد باليسار، فجر فيهم المرمى. وسجل هدفي روما بيلوتي المهاجم الايطالي. اما المتعه الحقيقيه في هذه الجوله فقدمها لنا نادي يوفنتوس اسقط اودينيزي 3-0 في ملعب اودينيزي. اليوفي على غير العاده كان هجومي من بدايه المباراه، ما تراجع بعد التقدم في النتيجه، بالعكس بل زاد تقدمه. أليجري غير جلده تماما واعتمد على 4 لاعبين شباب في المباراه، 1 اساسي و3 نزلوا كبدلاء في الشوط الثاني. شفنا انسجام كبير وواضح بين كيزا وفلاهوفيتش. طبعا واخيرا أليجري اقتنع انه كيزا مكانه الصحيح هو الجناح وليس لاعب وسط يسار في خطه 3-4-3. انتصار كبير ومعنوي لليوفي الذي يغيب لاول مره من سنوات طويله عن اي بطوله قاريه. في الدوري الالماني في الجوله الاولى فاز ايضا حامل لقب بايرن ميونخ 4-0 على فيردر بريمن، والمهاجم القناص هاري كين لم يحتج سوى مباراه واحده فقط في الدوري يفتتح سجل اهدافه مع فريقه الجديد البافاري. هاري كين سجل على طريقته المعتاده من حدود منطقه الجزاء بتكنيكه الرائع. هاري كين مميز بانه بيسدد دائما عكس اتجاه جسمه واتجاه حركته، فدائما الحارس بيثبت في مكانه والكره بتروح في الاتجاه المعاكس لجسده. اما في اسبانيا من يصلح ما افسده مبابي في ريال مدريد ومن غيره، جوهره المرنج الجديده واسطوره كره القدم القادمه جود بيلينغهام. الولد خرافي، ثقه واداء وخبره لاعب تقول في بدايه الثلاثينات من عمره، تحركاته مرعبه وله حريه التواجد في اي منطقه في الملعب. اللاعب مفيد جدا للريال وسجل الان 3 اهداف في اول جولتين، مستواه في تطور من لما كان مع بروسيا دورتموند. الريال نعم استقبل هدف مبكر من الميريا لهفوه دفاعيه كالعاده، ولكن على مستوى خط الهجوم كان عظيم جدا ريال مدريد. ولكن مع تعقيب صغير، شاهدت الريال في الجوله الماضيه وهذه الجوله يلعب بطريقه لعب جديده اللي هي 4-4-2، وهذه تحد كثيرا من خطوره فينيسيوس لم يظهر الا في كره الهدف، وكان في الموعد وسدد بهدوء تسديده رائعه للغايه، لكن طوال المباراه الولد كان متكتف مربوط في مركز المهاجم، فقد حريته كجناح يحرث الملعب من اوله لاخره. هل ستحل المعضله بوصول مهاجم؟ وهل اصلا سياتي مهاجم الموسم الحالي؟ انا لا اظن، فلا يبدو انه الريال سيدخل في صفقات مهاجمين هذا الصيف. اما برشلونه فنشف فريق محبيه ليخرج بفوز صعب 2-0 على قادش. بيدري فك العقده في الدقه 82. تخيلوا، يعني برشلونه عجز عن التسجيل في اول 172 دقيقه من عمر الدوري. الجوله الاولى مع ختافي ما سجل برشلونه في مباراه اسالت كثيرا من الحبر على الجانب التحكيمي الذي ظلم فيه برشلونه، وحتى الدقه 82 من لقاء قادش برشلونه كان عاجز عن التسجيل في شباك قادش، الى ان سجل بيدري ثم اتبعه بالهدف الثاني لفيران توريس في دقه 94 من الوقت بدل الضائع. تشافي مطرود من المباراه الاولى واخوه يحل محله على خط الملعب. الشيء الايجابي في برشلونه هو استمرار الصلابه الدفاعيه اللي كانت الموسم الماضي، والسبب الرئيسي فيها هو العنكبوت تير شتيجن. مباراتين بشباك نظيفه يعتبر شيء ممتاز، وقفه احترام وتقدير لمدرسه اللاماسيا. من وجهه نظري هي من اعظم مدارس الكره لتخريج المواهب. الفريق حاليا كله مبني عليها، الفريق كله قائم على الشباب الصاعدين. نعم هذا سيكون سبب ليغلب على هؤلاء اللاعبين الحماس والاندفاع والافتقاد الخبره والتعصب والعنف لا شك، ولكن المواهب خرافيه. لامين يامال قادم بقوه، بيدري خرافي، جافي جوكر بمعنى الكلمه، عبد الصمد الزلزولي يتطور ببراعه، بالدي يثبت نفسه اكثر واكثر، اراوخو المصاب هو صخره في الدفاع، حتى انسو فاتي لما يكون في تركيزه بيكون خطير للغايه. وفي الزمانات اللمسيه خرجت لنا تشافي وانيستا وميسي وبويول وغيرهم الكثير. هذا الجيل الحالي تحت قياده تشافي ينقصهم الخبره والانسجام والثبات على التطور، ثم سنضمن مستقبل برشلونه ل7 أو 10 سنوات قادمه بالراحه. اصلا كل حدا بيحكي لي محمد انت كيف شايف نادي برشلونه؟ بقول فنيا الفريق ممتاز، وعناصريا يعتبر من ضمن الافضل في اوروبا، ولكن اداريا وماديا الجيب فاضي والفريق يعاني. ولكن هذا امر ما له تاثير مباشر على لعبه كره القدم، تاثيره خارج اطار الملعب، ولكن المال مهم وهو عصب كره القدم حاليا. فنيا برشلونه لا يعاني وعليه مسؤوليه يجب ان يتحملها كحامل لقب بطوله الدوري. لا اعذار هذه المره في
بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري مطلب وما زال. سريعا الآن بدي أعلن عن تشكيلة الجولة لأفضل 11 لاعب. فيكاريو حارس توتنهام في حراسة المرمى، الظهير الأيمن جولز كوندي لاعب برشلونة، قلب الدفاع الأول هو غفارديول لاعب السيتي، قلب الدفاع الثاني لاعب توتنهام الجديد الهولندي فان ديفين، الظهير الأيسر استوبيلان الإكوادوري لاعب برايتون وصاحب هدف في شباك الوولفز، خط وسط عامر بالنجوم الكبار، في خط الوسط بيسوما نجم السبيرز توتنهام، وأمامه جود بيلينغهام ومارش لاعب برايتون، وفي خط المقدمة موسى التعمري كجناح أيمن، وكاندريفا جناح أيسر، وميسي يقود الفريق في المقدمة. هاي هي تشكيلة الجولة. احكوا لي بخط التعليقات شو رأيكم بالتشكيلة، واستعدوا للحلقة القادمة يوم الخميس، متعة وخروج عن المألوف راح تجمل لك الويك اند. لايك للمقطع بدنا 500,000 لايك، اشترك بالقناة ولا تستحمل لعبة توب 11 من الرابط اللي مثبت في أول تعليق تحت المقطع ومثبت كمان في خانة الوصف. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. اللي حابب يشوف معركة بين أصدقائي وعز الدين أخوي مخرج القناة، يا إخوان هذه الحلقة الماضية تابعها من هون تحت عنوان مين بيعرف محمد عدنان أكثر.